سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه وعافيه. نرحب بكم في قناتي وقناتكم مطبخ ريتاج، ونرحب بكل المشتركين اللي معايا، ونرحب بكل المشتركات اللي التحقوا بي جدد واللي دخلت القناه بصدفه وعجبتها. واش نقول لك؟ ابوني، جيم وتعليق، هذا مكان ان شاء الله يكون وصفاتي راهي تنال اعجابكم ونكون في المستوى. اليوم جيت ندير معكم وصفه ان شاء الله تعجبكم، واللي هو بريوش بطريقه جد سهله وبسيطه والنتيجه بزاف هايله. قبل ما نبداو نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونجوزوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو بسم الله. اول حاجه هنا في اناء نديرو نص كاس ماء يكون دافي مع نص كاس حليب يكون دافي ايضا. هنا نضيفو ملعقه كبيره تاع الخماره مع ملعقه كبيره تاع السكر. نخلطو مليح المكونات كما راكم تلاحظون، نخلطو مليح تيذوب لنا هذاك السكر. كما قلت لكم نص كاس ماء دافي مع نص كاس حليب. هنا اللي ما عندهاش الحليب قادره تكمل كامل بالماء، يعني كاس ماء دافي. هكذا نديرو ملعقه صغيره تاع لافاني ونخلطو ونضيفو حبه بياض بيضه، والصفار احتفظنا به في الاخر. هكذا نزيد ندخل البيض مليح في الخليط ونضيفو فنجان تاع الزيت. نخلطو مليح المكونات. هنا نضيف كميه قليله من الملح، درت نص ملعقه صغيره تاع الملح يعني باش ما يجيناش صامت هذاك البريوش. هنا ضفت ملعقه كبيره تاع الخل. هنا الخل يمد خفه للبريوش. ونبدا نضيف الفرينه غير بالعقل. هنا الفرينه راهي مغربله. هنا درت حوالي 3 كيسان ونص تاع الفرينه، نديرو غير بالعقل كما راكم تلاحظوا. هكذا ندخل الفرينه مليح باش نزيد نضيف الفرينه. هنا اللي عندها البيتخا يعني تستعمل البيتخا، يعني تجيها العمليه سهله. هكذا ندخلوا الفرينه. هنا نبدا نستعمل يدي لانه بدات تقلي العجينه. نبدا نستعمل يدي هكا غير باطراف الاصابع، ونبدا نجمع العجينه حتى تتجمع لي. نضيفوا الفرينه غير بالعقل حتى تتجمع لنا العجينه وتحصلوا على العجينه طريه ومتماسكه في نفس الوقت. هكذا كما راكم تلاحظوا مازالها تلصق في اليدين، وهذاك هو سر نجاح البريوش، لازم تكون تلصق في اليدين باش يعطيك نتيجه مليحه للبريوش. هذا هو شكل العجينه. هنا نسووها مليح في الريسيبيون ونديروها كيس بلاستيكي او سيلوفان ونخلوها تخمر. نديروها في بلاصه تكون دافيه ونخلوها تخمر. هنا راهي خمرت لنا، يعني الفيديو اللي خمرت لي وهبط الخمر ما لقيتوش. هذا هو شكل العجينه بعد ما خمرت لنا. نديرها فوق سطح العامل. ندير كميه من الفرينه هكذا. هنا صدقوني جات العجينه بزاف خفيفه وهايله. هكذا ندير كميه من الفرينه ونبدا نسرح عادي. هنا كيفاش نسرحها؟ ما نسرحهاش بشكل دائري، نسيي كيفاش نسرحها بشكل مربع. هكذا نسرحوها. صدقوني جات ما شاء الله، جات خفيفه سرحت لي بكل سهوله. هذا هو شكل العجينه بعد ما سرحناها. شغل سيت كيفاش نديرها بشكل مربع. هنا نجيب الشوكولا. انا هنا درت شوكولا عاديه، شوكولا اوبتيلا ولا نوتيلا والله ما على بالي اسمها. المهم شوكولا الطالي. هكذا نديرها فوق سطح العجينه. هنا ما عندك شوكولا عندك كاكاو، ديري كاكاو او معجون انتي واش عندك في البيت. هكذا ندير كميه من الشوكولا، ندير كميه مليحه هكذا حتى تغطالي كامل العجينه. نخلي غير في الاطراف فقط هكذا كما راكم تلاحظوا. هنا راني كملت درت الشوكولا. نبدا نلوي بهذا الشكل، يعني نبدا من تحت ونبدا نلوي هكذا حتى نتحصلوا على حربوش. هكذا حتى نتحصلوا على حربوش. هذا هو شكل الحربوش اللي تحصلنا عليه. هنا انا قطعت الاطراف
يعني باش يجيني مساوي مع المول اللي عندي. هنا نجيبو ايضا سكين نقسمو هذاك الحربوش في الوسط باش نبداو نشكلو فيه. هكذا نقطعو الحربوش في الوسط ونبدا نشكل في البريوش. يعني شكل سهل ماهل والنتيجة صدقوني بزاف هايله، يجي مورق بهذا الشكل. نسوي مليح باش نحطو في المول تاع الكيك اللي عندي. هنا المول لازم نديروا له ورقه طهي باش ما يلصقناش في المول. هكذا نسويه مليح في المول ونغطيه ونخليه ايضا يخمر لنا، يعني حتى يزيد يخمر لنا باش نديروه يطيب. هنا هذيك العجينه اللي قلت لكم نحيتها من الاطراف ايضا نديرها بنفس الطريقه الاولى، نسرحها بشكل مربع وندير لها يعني شوكولا. انا هنايا صدقوني درت ملعقه فقط تاع الشوكولا ومن بعد درت كامل كاكاو، يعني ما درتهاش كامل بالشوكولا خاطرش خلاصت لي، يعني درت ملعقه وكملتها بالكاكاو جاتني ايضا بزاف هايله. هنا راه خمر لنا هذاك البريوش. ندير له صفار البيض. هذه صفار البيض درت لها كميه قليله من الحليب ودرت بهذا الشكل فوق سطح البريوش. هنا الفرن شاعل على درجة 120 من الفوق ومن التحت مدة طاي، يعني حتى تشوفيه طاب وعطاك لون شباب. انا دالي واحد 25 دقيقة نحيته من الفرن هكذا. هنا ايضا اللي عندها الفور تاعها يعني قوي قد تشعل من التحت ومن بعد تزيد طيبو من الفوق، يعني يعطيها نفس النتيجة هكذا. هنا درت صفار تاع البيض غير بالعقل باش ما تهبطلناش الخمر ونديرو يطيب على درجه 120، ولا انت نوعيه الفرن اللي عندك شحال درجه الحراره اللي تخدمي به. وهذا هو شكل البريوش بعد ما طاب لنا، يعني صدقوني جا ما شاء الله، جا خفيف، جا مورق، جا كما يقولوا معمر بالشوكولا. هذا واش يحبوا اولادنا. وهذا هو الشكل النهائي. هنا ضفت له كميه من سكر ناعم كلمسه اخيره. وهذا هو الشكل تاع البريوش. صدقوني جا روعه. ان شاء الله يكون نال اعجبكم تجربوه لعائلتكم وبالخصوص لبلادكم. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. واذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تجاموا بتعليق محفز، نتقبل حتى انتقاداتكم واقتراحاتكم. وفي الاخر واش نقول لكم تهلاو في وحديكم وبزاف بزاف صحيحتكم. مع السلامه.